تخيل ان عندك 22 سنة ولسه بادئ اول شغلانة في حياتك ومرتبك 8000 جنيه. نفسك تشتري موبايل جديد ب 35,000 جنيه وتطبيق التقسيط بيقولك خد دلوقتي وادفع 1700 جنيه بس في الشهر. تضغط موافق وتستلم الموبايل وتصور وتنزل اول ستوري بيه، لكن بعد شهرين الموبايل ما بقاش جديد، وبعد سنة نزل منه موديل احدث، وبعد سنتين ممكن تكون غيرته اصلا، بينما القسط لسه بيتخصم منك. ده لو لسه قادر تسدده. هو ده عالم اشتري الآن وادفع من مستقبلك. القروض الاستهلاكية هي القروض اللي بتاخدها مش علشان تتملك شقة أو تفتح مشروع أو ضرورة ترجع لك بعائد، لكن هي القروض اللي بغرض صرفها في رفاهية أو إنفاقها في أي استهلاك يستنزفك بدون عائد. وهي في مصر بالتحديد بقت حاجة تخض، لأن حجم التمويل الاستهلاكي قفز في مصر من 17 مليار جنيه في 2021 إلى أكتر من 96 مليار في 2025، يعني تقريبا 6 أضعاف خلال آخر 4 سنين. الموضوع بيوسع، فعدد عملاء التمويل الاستهلاكي زاد من 1,300,000 عميل في 2021 لأكتر من 10 مليون عميل بنهاية 2025. واحدة من أكبر مفارقات التقسيط إن الشخص الأقل قدرة مالية غالبا هو اللي بيدفع السعر الأعلى، واللي معاه كاش ممكن يشتري المنتج فورا ويمكن ياخد خصم كمان، لكن اللي مرتبه ضعيف بيضطر يشتري نفس المنتج بفوائد ومصاريف إدارية وغرامات تأخير. نفس الفكرة بتحصل مع الكريدت كارد. لما البنك يقول لك الآن لديك حد ائتماني بقيمة 50,000 جنيه، فدي فلوس البنك وكل جنيه تستخدمه منها هو دين لازم يرجع. ولكن نفسيا وجود المبلغ ده في الكارت بيخدعك وبيوهمك إنك دلوقتي تقدر تشتري. أسوأ مرحلة في دوامة الديون إنك تستخدم دين جديد لسداد دين قديم، وده معروف باسم التسييل. شخص عليه قسط فيروح يشتري موبايل أو جهاز بالتقسيط، وبعد ما يستلمه يبيعه لشخص تاني بسعر أقل علشان ياخد الكاش. لكن طبعا ده مش حل، دي دايرة استدانة مفرغة بتغرقك أكتر. الخلاصة، التقسيط أداة ممكن تساعدك وممكن تسجنك. الفرق بينهم هو قدرتك الحقيقية على السداد ووضوح الشروط وسبب الشراء. تطبيق التقسيط مش بيديك فلوس زيادة، هو بس بياخد جزء من دخلك في المستقبل ويحطه في ايديك النهاردة ويعيش الحيتان على قفا السمك. دلوقتي تقدر تقول لنا ايه تجربتك مع القرض الاستهلاكي، وهل بتنصح بيه ولا ندمان عليه؟ انا علاء حنبلي، تابعني بعلمك وعيك المالي ازاي تحافظ على فلوسك ضد التضخم.